فإذا علامة الحب كثرة الذكر، فإذا ما عم تكثر الذكر أنت لسه ما بتحب. عين ساعة لفراغ للذكر، أن تجلس تذكر الله. مهما كانت الأعمال، مهما كانت الأشغال، تجلس مع ذكر الله أولا، فبعد أن تذكر عندها بتكون تشتغل اللي بدك إياه، لأن الله ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الظاهر. فإذا نظر الله إلى قلبك فوجده حاضرا معك كتبت بأنك من أولياء الله. فالولاية لا تكون إلا لمن أدمن وأكثر ذكر الله. بدك تمعم تلازم وتواصل، ولا يزال ذكر الله قائما حتى آخر نفس. متى نسيت ما دون الله فقد ذكرت الله. لذلك لازم، بدأ ملازمة، بدأ مواصلة، بدأ ذكرا كثيرا حتى لا يغفل القلب عن الله. متى حضر القلب أدركت هذه اللذات. الفراغ ما بيملأه إلا الله. فإمتى يا ابني بدك تصير ذاكر لله؟ طيب إذا الله قال فاذكروني أذكركم، إذا ذكرت الله بيتذكرك عند الضيق وعند الشدائد وعند المصائب وعند البلايا. وإذا ما ذكرته مقابلها في نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وفي آية فنسيهم، ما بيعم بيسأل عنها، فنسيهم. لو بتهلك ما اذكروا الله العظيم يذكركم. دائما لا تخلوا يوم يمر عليكم من غير ذكر. صلي الفجر عود اذكر الله، هي أول ما تبدأ في نهارك صلتك بالله. وإذا كان الله يطلب منك جلسة، الله عز وجل بعث رسالة، هالرسالة طالب من أراد أن يجالسني فأنا حاضر. الله عم يقول في الحديث القدسي أنا جليس من ذكرني. يلي بده يجالس الله يقعد يذكر الله. بتذكر الله، الله بيحفظك وبيحميك، بيدفع عنك البلايا، بيدفع عنك الكروبات، وبينجيك من الغاق بتوفيق الله عز وجل. ويلي ما بيذكر لقد أعذر من أنذر. الله عز وجل يغفر لنا ولكم. ذكر الله عز وجل أفضل العبادات وأفضل الطاعات، لأن العبادات والطاعات تقربك من الله. وأما الذكر فهو الذي يجعلك جليس الله، بينما الصلاة والصيام حج والعبادة تقرب من الله. فإن كان فيها ذكر استأنس القلب بالله، وإن لم يكن في الطاعة ذكر مرت صفة من صفات العبادات لا روح فيها. فالذاكرون الله تعالى هم أهل مجالسة الله. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت الله عز وجل الله يذكرك بالحفظ، ويذكرك باللطف، ويذكرك بالعطاء، ويذكرك بالنعم، ويذكرك بالفضل. اذكروني أذكركم واشكروا لي حتى يزيدك ولا تكفرون. لا تعد بلا شكر، اشكر الله كيفما التفت على نعم الله التي أنعمها عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان الإنسان عرف كيف يستعمل الشكر وكيف يستعمل الذكر، الله يعطيه الأمن والأمان أينما كان، لو كان في البحر. هذا فضل الله عز وجل. فادخلوا في بحر ذكر الله، اذكروا الله واشكروا الله على ما أنعم. ويكفي قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. مين الذين آمنوا اللي الله بيخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الذين قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بتخاف من الله. فالمؤمن حق الذاكر لله. والنبي قال عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. لا تظن تقعد تذكر بدون إذن الله، ما ممكن. فإذا أذن لك بالذكر هذا ذكر إلك، تقعد تذكره. فإذا ذكرته ذكرك بالإمداد والعطاء. فالله يذكرك مرتين حتى تذكره أنت مرة. وفقك وألهمك
ورغبك ويسر الأمر إلك وقضى حاجتك مشان تقعد تذكر. أرادك للذكر جذبك إليه، تركت شغلك، تركت بيتك، تركت نومك، تركت الأكل، مسكت المسبحة. هذا التوفيق الإلهي. فإذا جلست لتذكره أعطاك نعمتين: نعمة المجالسة لعظمته، 2 ذكره لك، يذكرك بالمغفرة والرحمة والعطاء والأنوار والتفضل. يا سبحان الله، ذكرته مرة فذكرك مرارا. لما عم تذكر فلان وأنت تحبه كثرة ذكرك له يتخيل لك. كذلك عندما تذكر اسم الله، الله 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 الله، عند ذكر الاسم يتخيل لك عظمة المسمى، فلذلك تشعر بجلال، بهيبة، بعظمة. فإذا كنت جالس حضرت مع الله فاشهد أنه يراك، تيقن أنه مطلع عليك، أنك لا تغيب عنه ولا طرفة عين. هذا الشهود. فإذا شهدت أن الله معك تولد من الشهود الأنس بالله، الأنس، طمأنينة قلب وشفافية روح والتقاء قلب بالله، تأنس أن الله معك. فهنا لذة الذكر بهذا الأنس. هذا الأخ معناته بدأ بذكر الله، والأنس له بداية ولا نهاية له. لما عم تذكر فلان وأنت تحبه كثرة ذكرك له يتخيل لك. كذلك عندما تذكر اسم الله، الله 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 الله، عند ذكر الاسم يتخيل لك عظمة المسمى، فلذلك تشعر بجلال، بهيبة، بعظمة. فإذا كنت جالس حضرت مع الله فاشهد أنه يراك، تيقن أنه مطلع عليك، أنك لا تغيب عنه ولا طرفة عين. هذا الشهود. فإذا شهدت أن الله معك تولد من الشهود الأنس بالله، الأنس، طمأنينة قلب وشفافية روح والتقاء قلب بالله، تأنس أن الله معك. فهنا لذة الذكر بهذا الأنس. هذا الأخ معناته بدأ بذكر الله، والأنس له بداية ولا نهاية له. أفضل عبادة وأفضل طاعة هي الصلاة. لما كانت أفضل الطاعات وأفضل العبادات أنزل الله النص في الصلاة، قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، بعدين فصلى. لا يصلي إلا بعد الذكر. فتزكية النفس هي تطهيرها من الذنوب، وذكر اسم الله، ذكر اسم الله، وذكر اسم ربه. يعني بدها تفسير الآية ولا صريحة؟ بدها تفسير ولا مكشوف بينه؟ قد أفلح من تزكى، يعني طهر نفسه من محبة الدنيا، من محبة الشهوات، من محبة الميول لغير الله، ثم ذكر اسم الله، ذكر اسم ربه. ما قال ذكر لا إله إلا الله، عين الاسم. أي اسم؟ عندما يطلق الاسم يطلق اسم الذات، أما الأسماء البقية هي صفات لله. فعندما يطلق الاسم قصد به ذكر الذات، اسم الذات، وذكر اسم ربه، بعدين صلى. إذا صلى بعد حضور القلب مع الله، لأن اسم الله في القلب وليس اسم الله في اللسان. فلما كان اسم الله في القلب يعني حضر القلب مع الله، ثم قام ليصل قلبه ويصل محادثته مع الله. فقلب حاضر مع الله ولسان يحدث الله جل وعلا بكلامه. هذا أفضل العبادات. ولو كان قلبك ممتلئ بالله ونور الله لمات الشيطان. إذا ما عرفت أنه لازم تذكر معناته لسه ما تذوقت يا ابني حلاوة الإيمان. فذكر الله يا أحبابي، ذكر الله في القلب، وذكر الله ومجالس الذكر يجب أن يسعى إليها المؤمن لو كان بينه وبينها مسافة المشرق والمغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. يوم القيامة
فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل الذكر في المساجد. هدول أهل الكرم يوم القيامة الذين يكرمهم الله يوم القيامة بالكرامة العظمى بأن يجعلهم في جواره.